السلام عليكم أخواتي إخواني، مرحبا بكم في قناة شوات ماما عبلة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم بعض اللقطات أو بعض المقتطفات من واحد العراضة درتها للعائلة ديالي. كانت الصراحة هاد العراضة كانت زوينة بزاف، وكانت سهلة، وجدتها في واحد الوقت وجيز. يعني بديتها تقريبا يومين قبل النهار ديال العراضة. ودابا ان شاء الله غادي نشارك معكم الطبق الاول. بسم الله على بركة الله. كانت هنا هذه سلطة كيف ما كتشوفوا، سلطة ديال الابلي. جات على شكل طورطة. درت فيها الابلي مسلوق، والباربة مسلوقة ومحكوكة، وخيزو حتى هو محكوك، وزينتها بالشرائح ديال الخيار، ومن الفوق زينتها بالبيض مسلوق محكوك بالسوريمي كيف ما كتشوفوا. درت لها واحد الوريضه بالطوماط سوريز. ان شاء الله غادي نحط لكم الوصفه بالتفصيل في فيديو قادم ان شاء الله. حتى حاجه ما غادي نبخل عليكم بها، كلشي غادي نحطو لكم ان شاء الله في يعني من هنا لقدام. بالنسبه للدجاج عمرته بالشعريه الصينيه، شرملته في الليل بواحد الشرموله رائعه، وعمرته بالشعريه الصينيه حتى هي درت لها واحد الشرموله زوينه بزاف وبنينه. شرملته في الليل وعمرته كذلك في الليل، وخليته في الثلاجة حتى الغد لي عاد طيبته. بخرته في الكسكاس، ومن بعد درته في الفران حتى تحمر، ورافقته بالسلطة ديال الزعلوك. الزعلوك راني ديجا حطيته في القناة، غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبة للخبز عجنته في الدار. عجنته من القمح والفرينة، يعني القمح بلدي والفرينة بلدية ديال الدار. عجنته بواحد الطريقة سهلة كيف ما كتشوفوا. درت ليه شوية ديال الزيت والخميرة وشوية ديال السكر والملح بطبيعة الحال، وخبزته في الدار يعني في الفران ديال الدار. جا على هاد الطريقة كيف ما كتشوفوا، جا محمر، جا لذيذ بزاف وجا رطب، لدرجة أن الضياف كيحساب ليهم شريتو من المخبزة. أما بالنسبة للسفة كيف ما كتشوفوا، درت سفة ديال الشعرية. للصراحة هاد السفة جات لذيذة بزاف وجات بنينة، وزينتها بهاد الطريقة كيف ما كتشوفوا. التزيين كان بسيط بزاف وكان ساهل. فورتها قبل النهار ديال العراضة جوج ديال الفورات، يعني فورتها في الليل وخليت لها الفورة الثالثة حتى الغد، عاد كملت لها يعني الفوران ديالها او الطياب ديالها. كيف ما كتشوفوا جات رائعة وجات زوينة بزاف، والتزيين ديالها كان بسيط. غادي نحط لكم ان شاء الله الوصفة كاملة في فيديو قادم ان شاء الله. بالنسبة للديسير كيف ما كتشوفوا ركزت غير على التفاح والبنان والليمون والعنب، وكان واحد الكلاص يعني حتى هو كيف ما كتشوفوا. زينته بالكيوي وبالنوغا مهرمشه. هاد الكلاص صايبته من حليب او حليب بوريزيما. ما درت فيها لا بيض لا قشده سائله. يعني كانت واحد الكلاص كان بنين بزاف ولذيذ. يعني هاد الحليب ديال بوريزيما عطاها واحد البنه، وضفت عليه الفلون ديال الكراميل من الحجم الكبير، وجوج علاب ديال دانون بنكهة الكراميل. ومن بعد ضفت واحد النوغا اللي صايبتها من اللوز ومن الاكاجو. ان شاء الله غادي نحط لكم الطريقة بتفصيل في فيديو قادم. ودرتها في هذا المول هذا كيف ما كتشوفوا صافي، ودخلتها المجمد، خليتها حتى جمدات تقريبا واحد يومين. عاد قدمتها مع الديسير، وزينتها بالكيوي وبسيجار ديال الشوكولا. بالنسبه للتحليه درت الرايب. الرايب راني ديجا حطاه في القناه، غادي نحط لكم الرابط ديالو ان شاء الله في صندوق الوصف. وزينته بحبيبات ديال الشوكولا. كان تزيين بسيط جدا وفي متناول الجميع. نقدروا نزينوه حتى بشويه ديال الفواكه.
المهم قدمته على هاد الطريقة كيف ما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم هاد التحلية هادي والديسير اللي قدمت مع الكلاص. بالنسبة للأطباق اللي قدمت مع الشاي، كيف ما كتعرفوا العراضة دائما كيكون الشاي حاضر فيها، ضروري من اتاي او الشاي. درت هاد الحريشات اللي صيبتهم من السميده والكوك. ان شاء الله غادي نحط لكم الوصفه كامله، يعني من هنا للقدام ان شاء الله غادي نحط لكم كل شيء، غادي نحطه لكم في يعني في القناه. جاو حريشات رائعين وجاو رطبين بزاف وجاو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا مشقين. ان شاء الله غادي نحط لكم كل شيء في القناه. بالنسبه للكيك درتها بجوج ديال الطبقات، وزينتها بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. التزيين ديال ملفي جات لذيذه بزاف وجات بنينه وجات رطبه. حتى هي غادي نحطها لكم ان شاء الله في فيديو قادم. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. كنتمنى تعجبكم هاد الكيكه او هاد الكيك. بالنسبه للكاب كيك درت الكاب كيك ديال القهوه، زينته بحبيبات الشوكولا وبالقرقاع، حتى هو راني حاطاه لكم في القناه. بالنسبه للكاب كيك ديال الليمون او المندرين والكوك، واخيرا كان هذوما الاطباق اللي وجدت مع الشاي. كيف ما كتعرفوا العراضه المغربيه دائما الشاي كيكون حاضر فيها ضروري. كنتمنى تعجبكم يعني هاد الاطباق اللي وجدت في هاد العراضه. اطباق كانت سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله ما تبخلوش علينا باللايك وبالتعليق واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.